وقصتي بتبدأ من 6 سنين لما كنت شغال في شركة للإنشاءات، والموقع المرة دي في مكان صحراوي شبه مهجور. مع أول يوم لنا في الشغل جه أهل القبايل والقرى وحذرونا من البير اللي موجود جنب الموقع، وقالوا لنا إن مفيش أي حد فيكم يحاول يروح هناك وخصوصا بالليل. لما حاولت أفهم وأسألهم ليه قالوا لي إن في ناس كتير راحوا هناك لكن رجعوا جثث، والغريب في الموضوع إن الجثث دي كان بيبقى عليها آثار الغرق مع إنهم كانوا مرميين جنب البير. ما شاء الله، بداية مبشرة. ما شغلتش بالي بالكلام قوي، واليوم خلص وجه الليل، وبعد ما دقت الساعة 12 بالليل سمعت انا واحمد صاحبي اللي كنا نايمين مع بعض في اوضة واحدة صوت طفلة بتعيط. خرجت من الاوضه جري ورا احمد صاحبي اللي فضل يجري ويتبع على الصوت. على ما وصلت هناك شفت احمد صاحبي وهو واقف متجمد مكانه قدام البير، وما حاولت اقرب منه رجعت تاني لما شفت بنت صغيرة خارجة من البير، وما قربت من احمد اتحولت لراجل عجوز